السلام عليكم، اهلا بيكم وفيديو جديد من مطبخ لولي. هنعمل النهارده وصفه سهله جدا تنفع للفطار للعشاء للغدا، حاجه كده في منتهى الجمال وكلنا بنحبها. هنعمل البطاطس البيبي الصغننه دي، هنسلقها ونحمرها كده في شويه صغيره قوي من الزيت بطريقه سهله وبسيطه وفي دقيقتين. كلنا طبعا بنحب البطاطس وبنحبها في كل الوجبات تقريبا، كصنف يا اما جانبي يا اما صنف اساسي. فتعالوا نشوف عملناها ازاي. دول حوالي كيلو كده من البطاطس الصغيرة، طبعا الكمية دي حسب الرغبة. كمية من البطاطس الصغيرة هنسلقها، هنغسلها الأول بالليفة المخصصة بقى لغسيل الخضار. دايما نخلي عندنا كده ليفة نظيفة مخلينها بس لغسيل الخضار. وهنجيب بقى حلة نحط فيها شوية من المية وشوية من الملح، وننزل البطاطس دي في المية كده ونسيبها تتسلق بقى نغطيها ونسيبها تتسلق حوالي مثلا ربع ساعة نص ساعة بالكتير. مش عايزين نسلقها كتير قوي علشان ما تتهريش مننا. هنا بقى بعد حوالي تلت ساعة كده انا بصيت عليها لقيتها استوت. بنعرف ازاي؟ بندخل السكينة فيها زي ما شفنا، بنلاقيها دخلت بمنتهى السهولة. قشرناها وهنجيب بقى طاسة فيها شوية من الزيت حوالي معلقتين، ودي احلى حاجة في الموضوع ان احنا مش هنستهلك فيها زيت كتير، يعني هتبقى لذيذة وخفيفة كمان مش تقيلة علينا ولا حاجة. وهننزل البطاطس فيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ونشوحها كده فيها او نحمرها على الجهتين زي ما احنا شايفين كده. مش هتاخد مننا تقريبا 5 6 دقايق في التحمير، تبقى بعدها الطبقة الخارجية بتاعتها دي بقت مقرمشة كده ولذيذة. هنضيف بقى ليها هنا البهارات بتاعتها، دول شوية من الشطة اللي بيحبها سبايسي، وهي طبعا بتبقى لذيذة جدا بصراحة وهي سبايسي. شوية من الفلفل الاسود، الثوم البودر، بصل بودر، ومعلقة صغيرة كده او نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وملح، وشوية من الكمون، وشوية من الكزبرة الخضراء او البقدونس او الاتنين مع بعض. انا كان عندي كزبرة، ضفت كزبرة بس، وكانت بصراحة طعمها في منتهى الجمال والروعة. وصفة سهلة جدا جدا وكلنا بنحبها، الصغيرين هيحبوها والكبار. وفي ثواني خلصناها. ان شاء الله الوصفة تعجبكم جدا. وصفة كلاسيكية قوي بس في منتهى اللذاذة. بصوا بقى طالعة كده مقرمشة وجميلة ولا ريحتها يا جماعة؟ رغم بساطتها الا انها ليها شخصية كده وطعم وريحة مفيش بعد كده. وبصوا قد ايه بقى مستوية وجميلة، السوى المعقول، ولا مهرية ولا نية ولا اي حاجة. انا عايزة اقول لكم ان انتوا بجد اللي ما جربش الوصفة دي هيدمنها بعد كده. اتمنى لو الوصفة عجبتكم تدعموني بلايك واشتراك في القناة، واشوفكم في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم.